اخت دي هي وجوزها كانوا بيزوروا اخوها حالته الماديه على قده وفقير، بس هو اللي مربيها وملهمش الا بعض. جت وهي ماشيه جري وراها، وكان محضر لها سبت فيه شويه خضار، فبيقول لها خدي دول معاكي. البنت بكل ادب وكل محبه قالت لاخوها خليهم لك يا حبيبي، وخد انت كمان فلوس خليهم معاك. جوزها مجرد ما شافها بتطلع فلوس لاخوها اتضايق جدا ومشي. بعد محايلة طويلة قالت له أنا مش هاخد الخضار إلا لما أنت تاخد الفلوس. راحت لجوزها لقيته واقف متضايق جدا، عصب عليها وقال لها دي فلوسي، أخوك يروح يشتغل، إحنا مش هنصرف عليه. أخد السبت ورماه في الأرض، فخيرها بينها وبين أخوها. فالبنت نزلت عشان تاخد السبت من الأرض، لقت إن أخوها حاطط لها كيس مليان فلوس وسايب لها جواب بيقول لها أنا طول السنة بحوش عشان اوفر لك الفلوس دي، احنا ملناش الا بعض. ربنا يخلي كل اخ حنين لاخته ويحنن قلوب الاخوات على بعض.